السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي، درس جديد من دروس CCNA 200-125. هنتكلم على كونسبت جديد من الكونسبتس الموجودة في المنهج الجديد، فقط ما كانتش موجودة في إصدارات CCNA اللي قبل كده خالص. الستاك وايز أو الستاكينج هو مفهوم هاردوير أو كونسبت ما بيتفعلش غير من خلال الهاردوير. هو إن أنا أقدر أوصل عدة سويتشات ببعض عن طريق حاجة اللي اسمها الستاك كيبل أو الستاك وايز. خاصية الستاك وايز اللي بتمكنني إن أنا أوصل عدة سويتشات ببعض فيزيكالي بكابل معين. توصيل السويتشات دي ببعض بيمكنني إن أنا أتعامل معاهم كلهم على إنهم سويتش واحد، وأقدر أتنقل من بورت لبورت لبورت، أو خصائص السويتش كلها أقدر أعمل كونفجريشن بسطر أوامر واحد. يبقى مش هحتاج اتنقل من سي ال اي لسي ال اي، او من كوماند لاين من تيرمينال لتيرمينال، او من سويتش لسويتش. لا، كلهم ببقى واقف على سويتش واحد فقط. ده اللي بيبقى ظاهر قدامي، لكن في حقيقة الامر انا اقدر من خلال التيرمينال او الشاشة اللي قدامي دي ان انا اتحكم في عدة سويتشات مع بعض. ده بالنسبة لموضوع التحكم وكتابة الأوامر. أما بالنسبة للغرض من الستاكينج، هو غرض خاص بالهاي افيلابيلتي، إن أنا بدمج عدة سويتشات ببعض بحيث إنه لو واحد فيهم وقع التاني قايم مكانه، ما يحصلش تأثير أو ما يأثرش على قدرة الشبكة أو التوبولوجي بتاعت الشبكة، ما تتأثرش كتير، بحيث إن هم يبقوا باك اب لبعض أو بيبقوا ريدندنت لبعض. بس هم خلي بالك، مفهوم الريدندنسي معناه ان واحد بس اللي شغال والباقيين باك اب. لما الواحد ده يعطل الباقيين بيشتغلوا مكانه، او واحد من الباقيين بيشتغل مكانه. لا، هنا الستاكينج كل السويتشز شغاله مع بعض، وبالتالي لو واحد حصل فيه مشكله، بيحصل تأثير في الشبكة، بس مش زي التأثير اللي هيحصل لو مفيش غير الواحد ده بس هو اللي شغال وحصل عنه انقطاع في الخدمة، وبالتالي الشبكة كلها هتقع. لا، الستاكينج بيمكن ان اللي يحصل استمرارية في العمل، ما يحصلش انقطاع في الخدمة. اول حاجه خاصيه الستاك وايز، طبعا هو الغرض اساسا من الفيرتشواليزيشن والريدندنسي ان انا كاريت حاجه اسمها فيرتشوال سويتش. الفيرتشوال سويتش سويتش وهمي او سويتش لوجيك، وظيفته انه هيبقى بمثابه كانه بالظبط ديفايس، بس مجموع فيه كل السويتشات اللي في الشبكه. فكانه بالظبط جبت سويتش وصلته بكل السويتشات اللي في الشبكه وخليته باك اب ليهم. اي واحد فيهم يقع محدش هيحس بحاجه، لان الفيرتشوال سويتش ده هو اللي قايم بالشغل كله. اول خاصيه من الخصائص اللي انا ودي من خصائص بقى الهاردوير، يعني محتاجه هاردوير سبيسيفيكيشن، مواصفات خاصه في الهاردوير. اما بقيه البروتوكولات زي الجيت واي ريدندنسي اللي هي متمثله في الاتش اس ار بي والفي ار ار بي والجي ال بي بي، البروتوكولات برضو التابعه للريدندنسي دي بروتوكولز تقدر تشتغل على اي موديل. لكن الحاجات اللي احنا بنقولها دلوقتي المتمثله في الستاك وايز والفي اس اس، دي حكر على موديلات معينه لانها خصائص في الهاردوير. اول حاجه الستاك وايز، والستاك وايز بتشتغل بحد ادنى على سويتش 2960 اس، اس فور سامح. اوكي، اس نكتبها كده 2960 اس. وعندنا الموديلات بقى اللي بتيجي باي ديفولت فيها بيلت ان ستاك او ستاكينج ال 3750 طبعا. فال 2960 لاير 2، بس الموديول الستاكينج ما بيجيش بيلت ان، لازم تشتريه، هنشوف شكله دلوقتي. اما ال 3750 بقى فيما فوق فبيجي بيلت ان ستاك وايز راكب فيه. ده شكل الستاك وايز، هنشوف كده بصوره سريعه. ده 3750 طبعا، عندي هنا 2 ستاك، ولازم يبقوا 2 على الاقل، هنعرف فكرتهم دلوقتي. هنشوف كده مثلا ده الكيبل بتاع الستاك وايز الخاص بال 3750 كلبشات، شكله صعب. وده ال 2960 اس. بص هتلاقي الموديول ده موديول ستاك وايز ده بيجي يعني يركب بقى، يعني تشتريه، ما بيجيش بيلت ان في السويتش، بس ينفع 2960 يركب له الستاكينج. ده شكله اهو من قريب 2960 برضو 2960 اس. ده الكابل بتاع 2960 الستاك وايز، طبعا مختلف تماما عن التاني، لان كمان الفتحات بتاعت الستاك وايز في 2960 اصغر. ده بصوره عامه كده فكره الستاك وايز. الستاك وايز بقى فكرته ايه؟ الكابل الكلبشات اللي احنا شفناها دي هتركب في البورت واحد هنا، وتتوصل بالسويتش التاني في بورت 2،
وبورت 2 هنا في بورت 1 وهكذا. اقدر اوصل كام ستاك وايز؟ اقدر اوصل 9 سويتشات حد اقصى، اوصل بينهم ستاك وايز واخليهم كانهم شغالين فيرتشوال سويتش واحد. هنشوف شكل التوصيل كده بتاع الستاك وايز، لان واحد ممكن يقول لي طب انا وصلت ده الفتحه رقم 1 بالفتحه رقم 2 في السويتش الثاني، والفتحه رقم 2 في السويتش في الفتحه رقم 1 في السويتش الثاني. طب وبعدين بقيه السويتشات التسعه اللي انت بتقول عليهم دول هيتوصلوا ازاي؟ لا، التوصيل مش كده بالظبط. نشوف شكل التوصيل او الصوره بتاعته بتتم ازاي. الصوره راحت تقريبا، هنبص عليها كده. هي دي الصوره. الفكره بتبقى كده، او التوصيل بيبقى بالصوره دي. مش عارف الصوره مش عايز تتكبر ليه. تمام. الستاك رقم 2 مع 1 هنا، 2 مع 1 هنا، 2 مع 1 هنا، والكابل الاخير 2 مع 1 هنا. اوكي، فدي طريقه التوصيل. تقدر توصل up to 9 switches. دي طريقه التوصيل. طبعا لازم الكونفيجريشن تكون بتقبل الموديل السويتش لازم يكون بيقبل عمليه الستاكينج دي عشان الكونفيجريشن او الكوماندز تتنفذ عليه. طبعا الستاكينج مش كل السويتشات شغاله، سويتش واحد بس هو اللي شغال، بنقول عليه الماستر. يبقى عندي الماستر اللي هو السويتش الوحيد اللي شغال من التسعه ده، لو هم اب تو 9 يعني، لو انت وصلت 9 بالفعل يبقى السويتش ده بنقول عليه الماستر. في عوامل او اولويات بيتبني عليها مين هو اللي بيتم اختياره كالماستر. العوامل دي متمثله في التالي: عندنا حاجه اسمها يوزر برايورتي، وعندنا حاجه اسمها هاردوير اند سوفت وير برايورتي، عندنا حاجه اسمها ديفولت كونفيجريشن، وعندنا حاجه اسمها اب تايم، عندنا حاجه اسمها ماك ادرس. دول كده مترتبين من الصغير للكبير او من اعلى اولويه لاقل اولويه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اللي بيتم اختياره الماستر بيبقى الاولويه لاعلى يوزر برايورتي، اعلى سوفت وير او هاردوير برايورتي، الديفولت كونفيجريشن لو في واحد ما عليهوش ديفولت كونفيجريشن والتاني عليه ديفولت كونفيجريشن، الاولويه اللي هيبقى الماستر اللي عليه ديفولت كونفيجريشن. الاب تايم اللي هو بقاله اكتر حاجه شغال، بقاله فتره راننج ان اب. الماك ادرس طبعا هنا الماكات، وصاحب اقل ماك كالعاده طبعا هو اللي بيبقى ليه الاولويه انه يبقى الماستر. يبقى عندنا اليوزر برايورتي طبعا اعلى برايورتي، الهاردوير سوفت وير برايورتي ده معناه الاي او اس مثلا. الاي او اس عندي السيرفيس بيز، السيرفيس اللي هي النسخه الاي بي سيرفيس والاي بي بيز. الاي بي بيز اللي هي النسخه الجايه باي ديفولت، اما الاي بي سيرفيس فهي النسخه الاحدث. صاحب النسخه الاحدث هو اللي هيبقى ليه الاولويه انه يسحب البريوريتي او انه يبقى هو الماستر. هو طبعا يفضل في كل المودلز ديت تبقى نفس الاي او اس ونفس الموديلات. ما ينفعش اعمل ستاك وايز بين 37 50 و29 60. يفضل كل التسع سويتشات او ايا كان عددهم بقى اللي هم اب تو 9 لازم يبقوا نفس الموديل ونفس الاي او اس. عندي في بقى موديلات تانية زي مثلا ال 4500 وال 6500. دول ليهم خاصية لوحدها كده اسمها الفي اس اس Virtual Switch System او Virtual Switching System. دي عبارة عن دمج سويتشين ببعض، وطبعا اخرج سويتشين لان هو الواحد اساسا بميزانية دولة. فانت الشركة هتجيب واحد يعني يوم ما تبقى شركة غنية قوي هتجيب اتنين. فدي خصائص بيتم التعويض عن الستاك وايز في الموديلين دول بس بخاصية الفي اس اس اللي هي تعتبر حاجة بديلة للستاك وايز، ومش موجودة غير من ال 4500 وال 6500 وانت طالع بقى. طبعا لازم السويتشات تكون مطفيه قبل ما اوصل الكابلات بتاعتي. بمجرد ما اوصل الكابلات الرسائل دي بتظهر لي، فانت كده بتلاقي في رساله بتقول لك waiting for stack master election، يعني بيتم اختيار الماستر بناء طبعا عن المعايير دي كلها. وطبعا نقدر نتحكم في المعايير دي زي ما هنشوف. هتلاقي هنا switch 1 has been added to the stack، switch 1 is ready، switch 1 is ready. تمام. switch 2 بقى نفس الكلام، detect stack cable at port 1 و port 2. switch 2 putting as master as member switch 1 elected master. تم اختيار switch 1 as a master. الستاك master is ready. دي رسالة هتظهر لي بمجرد توصيل الكابل. طبعا اقدر اكتب show
switch stack ports كالتالي، يقدر يظهر لي طبعا ده على السويتش الاول. طبعا الاوامر دي هيبقى ممكن ننفذها طبعا على الجي ان اس 3 تشتغل معايا عادي. لكن الاوامر الخاصه بالفي اس اس ما ينفعش تتنفذ غير على 4500 او 6500، ودي اللي هتسبب لي عقبه شويه. فانت هتلاقي هنا السويتش ستاك بورتس زي ما انت شايف على سويتش 1. ده الامر الخاص بالشو، بيقول لي اذا كان الستاكينج متوصل ولا لا. وهنا شو سويتش ستاك رينج سبيد، بيقول لي هنا رينج سبيد 32، وده في حاله توصيل الكابلين. لو موصل كابل واحد هيقول لي 16. خد بالك من الجزئيه دي. الرينج اللي هو الكلبشات اللي احنا شفناها دي، فدي 32 جيجا لو موصل الكابلين او الفتحتين. اما لو فتحه واحده بس هتبقى هاف وهتبقى 16. طبعا السويتشات اللي هتتوصل بالستاك هتشوف السويتشات المتوصله كانها سويتش واحد، يعني هيتم التعامل معاهم كانهم سويتش واحد بالظبط. ممكن طبعا نشوفهم من خلال امر سي دي بي نيبرز. شو سي دي بي نيبرز، الامر موجود هنا اهو. هيجيب لي ده المردود بتاعه بالظبط. بيشوف كل السويتشز كانهم سويتش واحد فقط. اوكي سويتش 1 سويتش 1 هجيب لك المواصفات كانه سويتش واحد بس. خد بالك من حاجه مهمه جدا، الستاك وايز لو في كابل من الكيبلز او من الرينجز حصل فيه كسر او مشكله، الباندويث بيقل ل 50%. الباندويث بيقل باي ديفولت كده ل 50%، ودي معلومه برضو لازم احطها في الحسبان. وانا عايزك برضو تعرف فكره الستاكينج. لما انا زي ما قلنا ادمج كل السويتشات دي في سويتش واحد، كلهم بيتشاركوا نفس الاي بي، نفس المانجمنت، نفس الهوست نيم، كل حاجه. ولما تكتب من على سويتش 1 طبعا اللي هو الماستر، هتكتب شو اي بي انترفيس بريف انكلود فاست زي ما انت شايف كده. هنكبر الخط شويه معلش بقى لو اتلخبط، بس ايه ناخد بالنا من جزئيه معينه. بص كده هتلاقيه كاتب لك في اول البورت، يعني مثلا بورت 01 اف 01، لا ما يكتبلكش 01 على طول، هتلاقيه واقف لك على 101 103 104. ده السويتش الثاني 201 202. فانت تقدر تمانج السويتشز كلها من كومن لاين واحد زي ما انت واقف عليه كده بالظبط. بص هنا لما هننفذ شو سي دي بي نيبرز من على سويتش تاني، سويتش مش منضم بقى للستاك خالص، ستاك جروب، ده سويتش بورت منه رايح للسويتش الاول وبورت منه رايح للسويتش الثاني. السويتش الاول والثاني دول الاثنين معمول بينهم ستاك وايز. بص بيقول لك البورت الاول رايح لسويتش 1 والبورت الثاني برضه رايح لسويتش 1، فهو بيتشاف او المجموعه كلها بتتشاف كانها سويتش واحد بالظبط. دي فكره الستاك وايز. الدرس اللي بقى طبعا الفي اس اس ده بينطبق فقط على ال 4500 وال 6500. بس احنا عايزين نشوف بس جزئيه تغيير البرايورتي، ايه الامر اللي بيتكتب عشان نغير البرايورتي في الستاك وايز على سويتش معين عشان يبقى هو الماستر. بقيت طبعا الاعدادات بتبقى باي ديفولت زي ما قلنا. الهاردوير والسوفت وير برايورتي، السوفت وير الاحدث هو اللي بيبقى ليه الاولويه. الديفولت كونفيجريشن لو في سويتش عليه كونفيجريشن والتاني ما عليهوش كونفيجريشن، اللي عليه الكونفيجريشن هو الاولى ان يبقى الماستر. الاب تايم مين اللي بقى له اكتر وقت شغال، ده بيبقى طبعا الحاجات دي ما بتعملهاش بقى اعدادات، دي لا دي حاجات كده فيزيكال يعني المفروض تبقى موجوده. الماك ادرس، اللوست ماك ادرس هو اللي بيتم تعيينه الماستر. بس طبعا الحاجات دي طبعا ليها اولويات، يعني لو احنا غيرنا اليوزر بريورتي يبقى حتى لو الماك ادرس اعلى برضه هيبقى هو الماستر. هنشوف كده الامر بسيط جدا مش محتاج يعني اعدادات جامده. من على الكونفيج هنقول له switch 1 priority. كالعاده مش هيشتغل معانا الامر. طب هنقول الامر بصوره عامه، وممكن انت بقى تجربه على سويتش 2960 اس او 3750. سويتش 1 برايورتي من 1 ل 15. اكتب اي رقم بقى من 1 ل 15. طبعا صاحب اعلى برايورتي هو اللي هيبقى الماستر، واقدر ارتبهم بقى من 1 الارقام من 1 ل 15 زي ما احنا شايفين كده، وتبقى سويتش 1. طبعا كلمة سويتش 1 دي ليه 1؟ هو بيعتبر أول سويتش هو سويتش 1، السويتش اللي هو الديفولت أو اللي آسف الماستر هو سويتش 1، فهو ما بنكتبش حاجة تانية غير سويتش 1. فسويتش 1 البرايورتي 15 على السويتش ده. بنعمل كوبي ران ستارت وبنعمل ريلود كده، السويتش ده هيرجع
as a master. اوكي، ده فكره امر الستاك. ونقدر في النهايه نستعرض اوامر الشل اللي قلناها بالاضافه لامر مهم جدا من على الروت، نقول له show switch. للاسف مش هيشتغل معانا برضو لان محتاج 3750 او 2960 اس at least. دي اوامر الستاكينج بصوره عامه، بس احنا شفنا صور منها، ممكن برضو نرجع لملف الوورد كده هنبص عليها بصوره سريعه نقدر نرجع لها في الفيديوهات. دي اوامر الستاكينج من الاول. دي الرسائل اللي هتظهر لي بمجرد توصيل الكابلات. اوكي، مجرد توصيل الرينج او الكابلات الستاك وايز اقدر اول امر show switch stack ports، ممكن show switch بس، show switch stack ring speed زي ما قلنا 32 دي ممكن لو كابل واحد هتبقى 16 وهاف. هنا الانترفيسز بقدر اقف عليها من خلال السويتش ده، او ابقى انا بقى شغال على سويتش واحد بس اقدر اوصل لاي انترفيس في اي سويتش اخر. وامر شو سي دي بي نيبرز من على سويتش غريب اللي هو سويتش 3 ده طرف منه رايح لسويتش 1 وطرف رايح لسويتش 2 اللي موجودين في الستاك وايز، هيشوفهم الاثنين كانهم هم نفس السويتش اللي هو سويتش واحد، يعني نشوفهم زي ما احنا شايفين كده باسم سويتش 1. دي فكرة الستاك وايز، وأرجو يكون درس سهل ومفهوم، وننتقل للدرس اللي بعده أحد دروس ال redundancy أو ال virtualization اللي هو ال VSS.